ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شهد طريق السيار الرابط بين مدينتي مكناس والرباط حادثا خطيرا بعدما اندلع حريق مهول داخل حافلة لنقل المسافرين تابعة لشركة الغزالة، ما تسبب في حالة من الهلع والخوف وسط الركاب الذين كانوا متوجهين لقضاء عطلة العيد رفقة عائلتهم. وبحسب المعطيات المتوفرة فإن الحافلة كانت تسير بشكل عادي على الطريق السيار قبل أن ينتبه السائق إلى تصاعد الدخان من إحدى الجهات داخل الحافلة، ليتدخل بسرعة ويقوم بتوقيفها على جانب الطريق في الوقت المناسب. ويعتبر تدخل السائق في تلك اللحظات الحاسمة سببا رئيسيا في تفادي وقوع كارثة حقيقية، حيث تمكن جميع الركاب من النزول بسرعة، كما استطاع بعضهم إخراج أمتعته وأغراضه الشخصية قبل أن تشتعل النيران بشكل كامل في الحافلة بعد دقائق قليلة فقط. وقد وثقت مقاطع فيديو وصور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب وهي تلتهم الحافلة بالكامل وسط صدمة المسافرين ومستعملي الطريق، في مشهد أعاد إلى الواجهة النقاش حول مدى احترام معايير السلامة والمراقبة التقنية الخاصة بحافلات نقل المسافرين. ولحسن الحظ لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح، فيما خلف الحادث خسائر مادية كبيرة بعد احتراق الحافلة بالكامل تقريبا، في انتظار الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء اندلاع هذا الحريق.